يحكي يقول مثلا زوجات وديه وديه هاك صور اصحاب عائلات هاي صور يا اخي بدك صور ماذا بينا نشوفون وضعية العمل هذوما وتسوية وضعيات نتاع ثم إمكانية التصعيد إذا ما تمش الاستجابة من السلطات المعنية إن شاء الله تم تصعيد الراديو مباشرة الراديو كله الراديو مع عملت معانا بعد هذا الأخبار أما يوم تفرج الراحة يعني الركزة والناس لا تجيها شو رجب موت الضحك يقولوا 120 دينار تعمل حتى شيء 120 دينار ما تعمل شيء. انا نخدم في الشؤون الاجتماعيه، عندي 3 اصغار، عندي المرأة عندها مرض مزمن، حق 120 دينار صدقني كل وعاء رسم 120. آلية الصفاء خدنا رسم سلسلة يكون هنا حتى شوي بركة على الأقل على تسوية الوضعية. أردنا بأقل حاجة من المحتاجين بس يتكلم معنا حتى على الأقل. لا لا ثلاثة ولا أربعة من الناس باش تتكلم ثلاثة ولا أربعة كي اي بسبب بركة فوضى به هي برا ما كفاية برا كلية هو برا يا اللهم صل على يعني هكا عليك يعني كيف انتم خيلكم الكوره وانتم باش تختاروا من كذا ها نعدوا باللي تفرجوا فيها كل ليله كيف احنا بعض نعدوا معناها نختاروا خلاص لا هي يعني مسؤول انا هي عندي هنا على بعض توزر وتبكي ما هو اسمع المشكله والله في كمال الله يرحم والديه هو اللي كان انتم مشكلتكم عندي تليفون لو ناخذ تليفونات معاكم وين تسمى الاشكاليه هنا بعد هذه كل واحد يمثل بركة حظيرة واحد يمثل حظيرة لازم نظام بركة تو يعديك وتكلمي هاي بعد بركة خلينا شوي خلي الكلم تفضل اولا الرحمه على شهدائنا سكتوا في 14 كما الشهداء اللي هم يعني كانوا من سيرة شبابنا ضحوا بانفسهم معناها من اجل الكرامه والحريه، واحنا اعتصامنا اليوم معناها من اجل هذا المطلب الاساسي الكرامة والحرية والشغل، معناها احنا نحب الشغل والكرامة. انا ما تجيش حد وبالنسبه للحظاير احنا 250 ذلك كثير ما يوصل 10 في الشهر معاك والله يا اخوي على ذكر الاتصال فينا. اما شنو احنا رسلنا السيد وزير الداخلية معناها منشور هذا من بلدية الجيش معناها عن طريق السيد رئيس البلدية اللي هم مدعمين المطالب بتاعنا. هم حشتهم بالخدام الموجودين سواء المعتمدية ولا البلدية، حشتهم بالعوان الموجودين اللي باشروا في النشاط، حشتهم بالعوان وحشتهم هذا معناه الى السيد وزير الداخلية موقعش الرد. وبالنسبه هذا باللي حبيت نذكر حاجه ثم شكون معناها استثنوهم من حكايه الترشيح خاطر فهمتني ولا معناها قالوا مش تبعنا مثلا في البلديه ثم شكون يخدم في البلديه هنا معناها قالوا مش تبعنا، في حين ان المرسوم في عهد حكومه السيد القايد يقول اللي هو معناها كافه العربيين وتقسيم العربيين والمتعصبين الواقفين. عندك سيد وزير الداخليه زاد ارسلنا لها معناها بعثنا لها عريضه حبينا فهمتني ولا يتصل بنا كالعاده مهمشين هنا في الجيش لما رد علينا فهمت ننتظروا فهمتني ولا في الرد فارغ الصبر. بالله يشوفوا لنا وضعيتنا راهي عباد فهمتني هنا راه وضع كارثي وضع كارثي نضرب كل محلول نتي والله اضرب محلول يا ولدي مفتوح اضرب مفتوح
نهار الثلاث المعتمديه مسكره والبلديه تسكر زاد. نقول لك معناتها المشكله باش نحني خاطر التقرير تاعي باش نقولوا انا باش نبلغوا من تو. نعملوا اعتصام في الولايه. تسكت المعتمديه. كما العاده وننتظروا بفارغ الصبر. رانا في حاجه ماسه للاعانه وفي مسألة الترتيب. هذا أول المطالب سواء في المعتمدية وإذا كان في صورة ما استجابتوش لطلباتنا رانا مستعدين للتصعيد، إضرابات جوع، إضراب عام، وكذلك مستعدين باش نمشوا الولاية نعتصموا اعتصام معناها مفتوح وإضراب جوع وحشي زاد، معناها ما حتى قطرة ما تدخلش الواحد نورمال عادي في سبيل صغارنا نورمال. مشكور. وين المرأة خليها هذيك بربي تتكلم هذيك، أنت تختصر لك. هاي. تختصر بس. هاي. هاي. خليها تتكلم. مهمشة وما تكتلهاش وما تهاش وما تهاش. هذه أول واحدة. ثاني واحدة تطوير وضعية الحضاير، عمال الحضاير نخدم ومساكين وما عندناش حتى حاجة. 250,000 ما تدي حتى شيء، تساوي البطالة، تساوي الفقر، تساوي الدمار، ما تدي حتى شيء. 250,000 احنايا مستعدين باش نساعدوها إذا كان ما تمش ردة فعل وما عملناش حتى حل رانا مستعدين نساعدوها للولاية، ورانا مستعدين نساووا رجال باش نعملوا إضراب وحشي للجوع، ومستعدين باش نعتصموا، ومستعدين وكل شيء في حالة ما يرسموناش، نحبوا ترسيم. احنا رانا ماناش راي برشا ما تنديش نحبوا لنا يعملوا لنا برنامج سمعه مدنيه ونحبوا شوي بالنسبه على مستوى المعتمديه البلديه الاتحادات ساده كيف الاجتماع التجهيز والاتحاد كل شيء احنا مستعدين على حسب رانا هكا والله كان نفس الموضوع. هاي منا سام. معناها كان نفس النقطة سنبقى ندوروا فيها خاطر هو بنهم. كذا معنا انا اتكلم سامية ندور منا شوي نظام قاعد شوية يا جماعة خلي تو يتكلم بركة بشوي. اي هاي منا سامي دوري منا. هاي دوري منك كل ما بعضها هذه كل هاك بس تجي تسوي صح كله سيف عام شيء نظام مشان نفهموا كاكا يصير في الرئيس. لحظه راه باش يولي موضوع تكتي لك انا كل واحد نتكلموا مصلحه عامه يا ولد. مصلحه عامه نعدوا بالثلاث 4 دقائق وراو بعد راي مصلحه عامه مش جاي نتكلم انا واحد باش يبلغ رساله الى من يهم الامر على وصيه الناس هذول كيف خلي يتكلم السيد هذه برا خلي عزوز خلي يتكلم واحده تولي برنامج خاص هذه حد بالمسألة زي تصور على اجتماعية مصرية معناها فيها الأطفال فيها المرأة فيها معناها فيها الناس الكل زيد ثم ناس موجودة عندهم 22 سنة و 30 عندي معناها ناس أخرى تخدم معانا من عام 90 من عام 89 معناها كل معناها الوضع نتاع نحبوا وزيد معناها عملنا الاعتصام معناها كان عملنا الحصاير الكل نضرب محلول إلا علينا كل نحبوا معناها في أقرب وقت يتحاور معانا ونشوفوا معناها الوضعيات. وزيد حاجة أخرى يبين لنا برنامج على الحضاير أعطيني برنامج 5-6 سنين نفهمك معناها تشوف تحسوا معناها كما عملنا في الآلية 16 معناها نحبوا نفهموا معناها الموضوع هذا. أعطيني برنامج احنا باش الناس الكل نعرفوا برنامج موشي هذه أهم. صح. هاي علي الكل 249